اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض. من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليك. اللهم ارزقنا زيارة حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لك الفداء. این روزها برای شما قصه میخورد ابن الحسن. این روزها برای شما قصه میخورم. دل دادم به پای شما قصه میخورم. وقتی تو نیستی دل من شور میزند. وقتی تو نیستی دل من شور میزند. جان سوزتر برای شما قصه میخورم. آقا جانم با گفتن از فراق شما گریه میکنم. با خواندن دعای شما قصه میخورم. یاران به کوی وصل شما غرق شادی‌اند. خوشبال شهدا دورم من از سرای شما قصه میخورم. گاهی پیاده عازم صحرای غم شبم. دنبال خیمه های شما قصه میخورم. تنها ترین مسافر این شهر بی وفا میسوزم از وفای شما. یا ابن الحسن آقا جان با هر گناه دور ز من میشوی و من با شرم در قفای شما. امروز که پرونده ما رو دیدی چجوری شد یا پرونده گناه مرا کم مرور کن. آقا خودم به جای شما
زمین. وقتی حضور گرم تو در روضه حس شود، من هم به اقتدای شما هنگام نوح خانی و شور حسینیان در حسرت صدای شما غصه میخورم. گاهی که هنجرم ز آتش خوش می شود، بر جده سرجدای شما غصه می خورم. حسین و من هستی کلید داره حریم حسین و من با یاد کربلای شما غصه میکنم. یا صاحب زمان، لااقل 10 مرتبه رو بگو. ببین دلت چجوری میشه. یا صاحب الزمان، یا صاحب بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه.
فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع بلديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لبائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك.
فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا. وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. گرد هم آوردن ماتم‌های عالم را وقتی جدا کردند همدم‌های عالم را گرد هم آوردند ماتم‌های عالم را وقتی جدا کردند همدم‌های عالم را از عطر یاسم بادهای ساحل غربی از یاد می بردن مریم های عالم را
بیبی جانم بیبی جانم تا صبح بر گل برگ زردش اشک خواهم ریخت تا صبح بر گل برگ زردش اشک خواهم ریخت شرمنده خواهم کرد شبنم های عالم را بیبی جانم بیبی جانم بیبی جانم آروم آروم روزه بخونم با عالم غم روبرویم میکند اینک رویی که میبرد از دلم غمهای عالم را چرا صورت تو میپوشونی از با عالم غم روبرویم میکند اینک رویی که میبرد از دلم غمهای عالم را صورتت چی شده بیبی جانم بیبی عالم غم روبرویم میکند اینک اگه معنای یه بیتو بفهمی با عالم غم روبرویم میکند اینک رویی که میبرد از دلم غمهای عالم را انگار یک جا بر سرم آوار میکردم تیغ تمام ابن ملجم های عالم را بیبی جانم بیبی من پشت پرچینه بهشت کوچکم دیدم هیزم به دوشان جهنم های عالم را پرچینه بهشت کوچکم دیدم هیزم به دوشان جهنم های عالم را ما هم هلالی می شد و در سرخی مغرب می دیدم آغاز محرم های عالم را عالم امشب یه روزه این برات بخونم دل خودمو خیلی سوزونده مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه نوشته لما قبض رسول الله
وقتی پیغمبر از دار دنیا رفت امتنع بلال من الاذان. بلال مؤذن پیغمبر دیگه اذان نگفت و قال لا اؤذن لأحد بعد رسول الله. بعد از پیغمبر دیگه برا کسی اذان نمیگم. راوی میگه یه روز بیبی فاطمه زهرا دلش تنگ شد، یاد بابا کرد. و قالت انی اشتهی انا اسمع صوت مؤذن ابی بالاذان. چقدر دلم میخواد بلال یه بار دیگه اذان بگه. خبر برا بلال بردن. بلال چه نشستی؟ بیبی دلش برا صدای اذان تو تنگ شده. به خاطر بیبی اذان میگه. رفت بالای مأذنه. فلما قال الله اکبر الله اکبر، همچین که اذانو شروع کرد ذکرت اباها و ایاما. بیبی یاد دوران پیغمبر افتاد، یاد پدر افتاد، یاد اون روزایی که بین مردم احترامی داشتن، یاد اون وقتی که اگر کسی می آمد در این خونه با احترام در می زد. راوی میگه فلم تتمالک من البکا، نتونست جلو گریاشو بگیره، شروع کرد های گریه کرد. یه چیزایی میخوام بگم، نمیدونم بگم یا نه. اگه تو با من بیای و حال تو ببینم. بلال اذان و ادامه داد، رسید به شهادت به رسالت پیغمبر. همچین که گفت اشهد ان محمدا رسول الله، راوی میگه و شهقت فاطمه شهقتن. بیبی چنان ناله ای زد همه روزه من اینجاست. فسقطت لوجهها، با صورت به زمین افتاد و غشی علیها. بیبی بیهوش شد. مردم دویدن صدا زدن امسک یا بلال، دیگه بسه. فقط فارقت ابنت رسول الله الدنیا، دختر پیغمبر از دنیا رفت. حالا من یه جمله بگم روزه رو تموم کنم. اینجا بیبی صدای اذانو شنید، با صورت به زمین افتاد. یه روزی رسید اینا آمدن در خانه، یه کاری کردن نمیگن. بیبی فرمود فسقط لوجهی، با صورت به زمین افتادن. اسألك اللهم وندعوك
بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من اعوانه وانصاره وشیعته. شفای همه مریضا بخوانید سوره حمد به نیت شفا و صلوات بر محمد و آل محمد.